فشلت وراحت ومش ما عملناش حاجه. مش صحيح. وان 25 يونيو ما كانش ثوره. اذا كانت 25 يونيو الثوره، امال ايه الثوره؟ ماذا يمكن ان تكون الثوره؟ كمل بس. هل 25 يونيو ثوره؟ 25 يناير ثوره؟ يعني بصرف النظر عن التعبير الاكاديمي الدقيق في الثوره، في النهايه ثوره 25 يناير زي ما قالت الدكتوره هي ثوره لم تكتمل، يعني لسه عايشين الثوره. ليس صحيحا ان ثوره 25 يناير هزمت او انتكست او انتهت. امال العمال اللي بيعملوه ده ايه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ مش عارف ايه. نعم؟ لو كانت انتهت كنا روحنا. خلي بالكم يا شباب. فاتحين شبابيك. شباب تفتح مكان. من قبل 25 يناير كان مستحيل نقعد القعده دي. كان ثلاثه لو قعدوا مع بعض بحكم قوانين التظاهر المتوارثه عن الامبراطوريه البريطانيه في اوائل القرن الماضي سيتم احتقالنا ووضعنا في السجن. تليفوناتنا مراقبه، بيوتنا مراقبه، جماعاتنا مراقبه، مفيش امكانيه لاي حركه. لو نزلت الشارع ما يتقبض عليه. يمكن بعضكم شاف مظاهرات حركه الكفايه لما كنا بنقعد بضع عشرات وخطين دائره محكمه من الامن. وزيها انت النهارده انت اللي محاصر النظام مش العكس. العمال اللي في الشوارع ليل نهار دول رئيس الوزراء بيروح لهم لحد عندهم ويترجاهم ان هم يصبروا شويه عشان يعني يحل المشاكل. من الذي هزم بثوره في عنفوان قوتها وبتتحول من ثوره مثقفين وابناء الطبقه الوسطى وشباب الطلبه وشباب الطلاب الى ثوره بيدخل فيها لاول مره البعد الطبقي الاجتماعي. الكلام اللي احنا بنسمعه اللي قاله الباشمهندس جمال واللي بيتكلم الدكتور محمد اللي بيتكلم عنه ده معناه ايه بالظبط؟ معناه انه لاول مره في تاريخ مصر توضع قاطره الثوره على قضبان الصراع الاجتماعي الواضح القاطع بين الفقراء والاغنياء، بين الطبقه العامله والراسماليه، بين المشرعيات وبين الحراميه. هل هذا هزيمه؟ ده قمه صعود الثوره والمد الثوري اللي بيحصل الان. واذا لم نفهم هذا الامر سنحبط ونقعد في بيوتنا ونقول يا نقعد نضربهم ونشوف البيوت. بالعكس، تقديري وتقدير الحزب الاشتراكي المصري ان مصر تدخل مرحله من اهم مراحل الثوره وهي اكتساء الثوره بالبعد الاجتماعي. الناس اللي خارجه تقول العيش والحريه والكرامه الانسانيه ده شعارات يسار، شعارات اليسار نفسها مش صحيح. وما ينفعش ان انا لما الاقي العمال في الشوارع اقفل على نفسي اقول ايه ده العمال دول كخ دول عايزين مش عارف دي مطالب فئويه. لا، ده دول هم دول اهلنا وناسنا وشعبنا وطبقتنا العامله اللي احنا بنتكلم عنها. احنا قرينا عن الطبقه العامه، طب الطبقه العامه في الشارع مش كده ولا ايه؟ هل انا اقعد اطلب واقول له مش عارف ايه ولا لا؟ لما بتلاقي بحر ارمي نفسك، عوم في البحر قدامك يعني فرصه هائله للانجاز. وبالتالي انا ارجوكم فكره ان الثوره اتهزمت وان احنا خسرنا وانه ركبوها، مين اللي ركب؟ مين اللي يقدر يلجم شعب اطاح برئيسين في اقل من 3 سنوات؟ قولوا لي في الدنيا. انا قريت تاريخ الثورات العالم دكتور محمد وليه يعني دراسات وكتب. فين بقى الثوره؟ فين الشعب ده اللي في العالم غير الشعب المصري اللي اسقط نظامين من اعتى واسوأ واحقر انظمه الدنيا دي في سنتين وسنتين ونص. هو تبديله بس الوشوش اتبدلت بس مفيش نظام صح. مش صحيح يا زماننا. الاخوان المسلمين لما اطيح بيها انت لا تعرف اهميه وخطوره اسقاط نظام الاخوان المسلمين. طبقه واحده وطبقه واحده. ماشي معلش
طبقه واحده وطبقه واحده، بس في فروق. لا يمكن ان انا اساوي مبارك بحقرته بجماعه الاخوان المسلمين، لانه مبارك بحقرته لم يتدخل في تطوير الدوله ولا تغيير هويتها الوطنيه والطبقيه والاجتماعيه. ده دول جايين ينسخوا الهويه الوطنيه المصريه وبيضيعك تماما وبيدي لك الدوله بتاعتك وبيبيعها بثلاث تعريفه للاجانب. انا معاك في حاجه مهمه جدا، انه نحن نخوض صراع ضاري بين الشعب وبين الطبقه الرأسماليه.